بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هلا بالفيديو ما شاء الله تعالى راح أشرح كيفية تفعيل تيك توك شوب من خلال حسابي على التيك توك. هلا في التحديث الأخير اللي صار على تطبيق التيك توك صار بإمكانك تضيف، صار قسم جديد على حسابك على التيك توك، هو قسم خاص بالعروضات. يعني من خلال القسم بإمكانك تعرض منتجات بإمكانك تبيعها على المتابعين الخاص فينك. طبعا شروط هالشي لازم يكون عندك 1300 متابع عشان تتمكن من إضافة هاي القسم. هلا عشان بلش بالخطوات كيف راح تكون الطريقة راح تكون على الشكل التالي. مثل ما حكيت الشروط انه انا عندي 1300 متابع. هلا راح بلش بكيفية تفعيل تيك توك شوب على حسابي على التيك توك. هلا راح فوت على تطبيق التيك توك على الشكل التالي. راح فوت على الملف الشخصي الخاص فيني على الشكل التالي. هذا هو الملف الشخصي الخاص فيني على تطبيق التيك توك مثل ما شايفين عندي هون. هلا راح نشوف بالأعلى على هلا راح نشوف بالأعلى على اللي صار في ثلاث شخطات فوق بعض، راح نكبس عليها ضغطة هيك. بعد راح ننزل لتحت بالاسفل، راح نشوف في خيار اسمه تيك توك استوديو، راح نكبس عليها ضغطة. هي الخيار الموجود عندي هون تيك توك استوديو. راح يطلع عندي هاي اللوحة الموجودة عندي هون على الشكل التالي قسم ادوات. ننزل لتحت بالاسفل في خيار اسمه التربح. كمان راح نشوف في خيار اسمه متجر تيك توك للمبدعين. راح نختار الخيار الموجود عندي هون متجر تيك توك للمبدعين. راح نكبس عليها ضغطة هيك. طبعا عندي على الشكل التالي عم يخبرك على الشكل التالي: اربح نقودا عبر تيك توك متجر. اربح عمولة على كل عملية بيع مؤهلة يتم إنشاؤها بواسطة المحتوى المقابل للتسوق. هلا رح ننزل لتحت بالأسفل. عم يخبرك إنه هاي الشروط اللي عشان تكون مؤهل لتفعيل هذا القسم. عم يخبرك إنه أنت المحتوى الخاص فيك عم يلبي إرشادات المجتمع، وعم يكون فوق عندك فوق ال 1500 متابع، وعمرك فوق ال 14 سنة. هلا بالنسبة لي رح احط هون اشاره تشيك عشان نفعل هي المتجر. احط هون اشاره تشيك. عم يخبرك تلقي رسائل تسويقيه من تيك توك شوب. هلا راح تبحث على كلمه تقديم. هلا عم يخبرك على شكل تأكيد العمر للبدء بكسب العمولات. يجب إكمال عملية تأكيد عمرك لتتمكن من دفع العمولة. بمجرد التأكيد يمكنك البدء بكسب الأموال. أنا خلص هلا راح أكبس على كلمة تأكيد. عم يخبرك إنه لن يتم استخدام المعلومات التي تشاركها لأغراض التحقق إلا للتأكد من أن عمرك يزيد عن 18. يعني بدهم يتأكدوا أنه عمري فوق 18 سنة. هلا راح أكبس على كلمة تأكيد. هلا عم يخبرك على الشكل التالي: تأكيد عمرك وأكد أن عمري فوق 18 سنة وأكثر. هلا راح أكبس على كلمة تأكيد. هلا عم يطلع عندي على الشكل التالي. مثل ما شايفين عندي هون عم يطلب منك تدخل تاريخ الميلاد الخاص فينك. أنا بالنسبة لي راح أدخل تاريخ الميلاد الخاص فيني، وبعدها راح أكفي. أكيد المفروض يكون تاريخ ميلادك هو أكبر من 18 سنة عشان ينتفي لها قسم. هلا راح أدخل تاريخ الميلاد الخاص فيني، وبعدها راح أكبس على كلمة التالي. أنا نختار تاريخ الميلاد عندي على الشكل التالي هيك. طبعا اخترت هيك على الشكل التالي. هي تاريخ الميلاد 25 أبريل 1992. هي تاريخ الميلاد. بعد ما اختار تاريخ الميلاد راح أكبس على كلمة التالي. عم يطلب منك على شكل اختار الطريقة تقدير العمر من ملامح الوجه، انه عشان يتأكدوا من شخصيتك انه هي فوق 18 سنة. في عندك ثلاث طرق. الطريقة الأولى انه من خلال تقدير العمر من خلال ملامح الوجه. لما اختار هذا الخيار راح يفتح عندك فيديو من خلال تطبيق التيم، وعم يطلب منك تحمل فيديو لوجهك. هاي الخيار الأول. والخيار الثاني من خلال تحميل بطاقة ائتمان. الخيار الثالث مثال صورة سيلفي مع بطاقة الهوية. أنا بالنسبة لي راح أختار الخيار الأول هو الأسهل: تقدير العمر من ملامح الوجه. سيتم استخدام صورك السيلفي لتقدير عمرك. والخيار الثاني من خلال بطاقة الائتمان، بإمكانك تحملها عشان تأكيد عمرك، أو من خلال إنه تصور صورة سيلفي مع بطاقة الهوية الخاصة فيك. أنا بالنسبة لي بدي أختار الخيار الأول: تقدير العمر من ملامح الوجه. راح أختار هذا الخيار، هو الأسهل بالنسبة لي. هلا راح يفتح عندي، بس على كلمة فتح الكاميرا راح يفتح عندي فيديو مع تطبيق التيك توك، وعم يطلب مني انه اصور الوجه الخاص فيني عشان يتاكدوا انه عمري فوق ال 18 سنة. هلا راح اكبس على كلمة فتح الكاميرا. عم يخبروك ابحث عن منطقة مضيئة. يعني مطلوب منك تكون منطقة مضيئة، وما تكون لابس قبعة، وما تكون لابس نظارات. هلا راح اكبس على كلمة فهمت. هلا جاري تحضير الكاميرا عم يعطيني. هلا عم يطلب مني احط الوجه الخاص فيني بالوجه مثل ما شايفين عندي هون. عم يخبروني تم تأكيد العمر. أعطيه إغلاق. هلا عم يخبروني على شكل تهانينا تمت الموافقة على استمارة طلبك. هلا أعطيه على كلمة بدء ربح الأموال. هلا عشان أبلش أضيف بالمنتجات راح نكبس على الشكل التالي على كلمة سوق المنتجات. هلا أنت بإمكانك هلا تضيف المنتجات اللي أنت حابب تضيفها على قسم تيك توك شوب على حسابك. هلا أنا من فرض بدي أضيف هاي القسم.
هلا مثل ما شايفين عندي هون على كل عملية شراء، أي حدا يفوت عندي على الرابط بحسابي على تيك توك راح يشتري هذا المنتج، راح أنا أكسب 2.48. طبعا أي حدا يشتري هذا المنتج راح أكسب 50 سنت. هلا بنفرض بدي أضيف هذا المنتج على قسمي بتيك توك شوب، راح أعطي على كلمة إضافة. عم يقابلك ثم الإضافة. أنا بالنسبة لي بدي أختار أكثر من منتج فرضا، بدي أختار كمان هذا المنتج، أعطي على كلمة متابعة. كمان بدي تضيف هذا المنتج. طبعا تضيف المنتجات اللي انت تناسبك، طبعا بإمكانك تضيف اي منتج تحبه. بدي اضيف هذا المنتج كمان، هذا المنتج. هلا بعد ما ضفنا المنتجات اللي تناسبني على الشكل التالي، هلا ارجع بالرجوع، بس على رجوع راح اشوف كيف حتكون المنتجات عندي على صفحتي على التيك توك. هلا بعد ما ضفت المنتجات اللي تناسبني، هلا اعطي على كلمة رجوع، كمان الرجوع. فانتم شايفين عندي هاي الصفحة الرئيسية الخاصة فيني. صار عندي قسم جديد على الشكل التالي، هي قسم مثل الشنطة، هي قسم التسوق، نكبس عليها ضغطة هيك. فهمتم شايفين عندي هون هاي المنتجات اللي انعرضت عندي على حسابي على التيك توك. ولا حاليا اي حدا رح يفوت عندي على المنتج راح يشتري من خلال الصفحه الخاصه فيني، راح يحصل على الخصومات الموجوده عندي هون فرضا. خصم بقيمه 15%، طبعا الخيار الاحمر خصم بنسبة 15. وهي الطريقة كانت كيف فيني أضيف منتجات على حسابي على تفعيل قسم تيك توك شوب بحسابي على التيك توك. هلأ الفيديو إن شاء الله تعالى بيكون انتهى، وأشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.